بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. الموضوع اللي عندنا هو المشتت الحراري. فوائد المشتت الحراري وين راح نستخدمها بعد إزالة المشتت الحراري من الخريطة. عند تلف الطبلات والخرائط اللي موجودة بالأجهزة الكهربائية، شنو الفائدة اللي راح تكون بهذا المشتت؟ عندنا المشتت أنواع، هذا حجم، وعندنا هذا حجم، هذا الشكل، وعندنا هنا وهذا شكل، وهذا أيضا شكل وأحجام. هاي أحجام وهاي أيضا أحجام، اختلاف بالأشكال والأحجام من خريطة إلى خريطة. وعندنا هذا أيضا، وهذا أيضا حجم أو شكل. أولا نستخدم، إذا كانت هذا الحجم، نقدر نربط هذا المحول عند استخدامه للشحن وإضافة البرج دايود. راح يكون بالمراوح الشحن راح يكون شحن وتشغيل بنفس الوقت، أو شحن راح ترتفع درجة حرارة الملف اللي بهذا المحولة، راح الحرارة أيضا تشتت بهذا القطعة اللي نسميها مشتت حراري. عندنا النوع الثاني، لازم هذا البرج دايود أيضا الربطة على مشتت حراري. أيضا هذا البرج دايود إن كان هذا حجم بهذا الحجم، الربطة على مشتت حراري نفس الحجم، حتى لو يكون حجم أكبر، حتى الحرارة تروح يسحبها هذا المعدن وهاي القطعة. إذا نلاحظ درجة الحرارة اللي ارتفاع الحرارة بهذا البرج دايود، إذا نلاحظ هنا يكون به تلف بهاي المادة اللي موجودة عليه. هاي السبب ارتفاع درجة الحرارة، وما رابطين عليه مشتت حراري. عندنا هذا البرج أيضا مخلين هنا بالمنتصف، هنا تكون فتحة للبراغي اللي راح تكون على المشتت. نفس الطريقة هذا أيضا، ونفس الطريقة هذا الحجم الأكبر بهالطريقة. هاي راح تضيف هنا، تربط المشتت الحراري، تربط عليه هذا البرج دايود. هنا عندنا الدخول، وهنا عندنا الأطراف الخروج، هنا الموجب وهنا السالب. هنا نلاحظ هاي الإشارة وهاي الإشارة، هنا يكون أوضح، هاي الموجبة وهاي السالبة. وهنا الإشارة اللي الرمز اللي مخلينه هو التيار المتردد، وهنا خروج التيار المستمر بهاي الطريقة. هذا للتوضيح حتى يكون أي مواطن عنده معلومة وفكرة عن المشتتات، حتى ما يكون يجمعها بهذا الحجم ويبيعها ويا الخردة. هاي القطع مفيدة جدا بحياتنا اليومية وبالأعمال اللي راح نسوي لها صيانة، أو الأعمال اللي تكون بالمنزل. وشكرا لكم وحياكم الله، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق الجميل، وحياكم الله.